تألق المغربي سفيان رحيمي في مباراة فريقه العين اليوم ضد الشارقة في الدوري الإماراتي، إذ تمكن من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من إيريك أسكنها رحيمي في المرمى. وعرفت المباراة طرد المدافع كوامي مما صعب على الفريق المباراة، غير أن رحيمي لعب دورا كبيرا في 3-2 انتصار فريقه. أعلن الاتحاد الإفريقي عن موعد مباريات إياب الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. وبالنسبة لممثلي المغرب فيلعب الوداد مباراته أمام حافيا كوناكري يوم السبت الساعة 7 بتوقيت غرينتش، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل هدف بمثله، بينما يخوض الجيش الملكي مبارياته أمام النجم الساحلي على الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش، وانتهت مباراة الذهاب بتفوق النجم الساحلي بهدف نظيف. ويخوض نهضة بركان مبارياته ضد بند الأنسورانس الجمعة على الساعة 8 بتوقيت غرينتش، وتختتم المباريات بمباراة الفتح الرباطي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد على الساعة 7 بتوقيت غرينتش. منتخب المغرب يتلقى صدمة قوية من فرنسا. أعلن تولوز اليوم الخميس نبأ صادما عن لاعبه زكريا أبو خلال نجم منتخب المغرب. وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: لقد أجرى زكريا عملية جراحية ناجحة في الركبة بعد إصابته الأسبوع الماضي. وأضاف البيان: ومع ذلك يبدو أن اللاعب المغربي سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم الجاري. وتمنى تولوز للاعبه التعافي سريعا من إصابته والتطلع إلى رؤيته مجددا في المستطيل الأخضر خلال أقرب فرصة ممكنة. ويعد أبو خلال هداف تولوز حيث سجل 3 أهداف في الدوري هذا الموسم بخلاف 15 هدفا و5 تمريرات حاسمة في كل البطولات بالموسم الماضي. وتبقى إصابة أبو خلال ضربة قوية لمنتخب المغرب الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية